سلامات صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم عم تتابعوا فيديو اليوم. الله يسعد أوقاتكن يا رب. خلونا نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. خلونا نبلش الفيديو. طبعا اليوم هو يوم الاثنين. رح ينزل الفيديو يوم الثلاثاء إذا الله يسر طبعا. كانوا عاملين بالهلال الأحمر التركي أنشطة مشان عيد الطفل عندهم بتركيا، فحبيت إنه أخلي ولادي يشاركوا يعني بهالأنشطة. فأخدتهم اليوم، كانت المدة شي ساعة، ساعة ونص تقريبا. معلمينهم هيك، يعني جايبينلن حجر أبيض وهن ملونينن. هذا تلوين ولادي كان على الحجر، فأعطوني رأيكم كيف التلوين. عن جد أنا أول ما شفته يعني انبهرت فيهم، يعني هن صغار فطالع معهم هذا الشي. فبعد ما أنا جبتهم وأنا نازلة على البيت، يعني أنا رجعانة على بيتي، فشفت كوسة خرج محشي ناعم وصغير، وعن جد كتير أغراني لونه. عن جد كتير حبيت إني أخده أعمل محشي كوسة تازة. فشوفوا لونه يعني كتير أخضر، اللهم صل على سيدنا محمد. فجبت 3 كيليات، قلت مشان أعمل محشي على العيد أو قبل العيد، يعني ما بعرف شو الله بيسر معي. الكيلو هذه الكوسة الناعم ب23 ليرة، أنا جبته هو كان ب25 بس عاملين عليه عرض ب23 ليرة. جبت هدول 3 كيليات وصفطتهم بدون ما أغسلهم، قلت بس بدي أحفرهم رح أغسلهم. واليوم كمان في عندي تعزير المطبخ، على أساس إني بدي أعزل المطبخ. كان مطبخي أيام قاعد، فأنا كنت مأمنة إنه بدي أعزله، فكنت عم أهمله يعني. والله مو قصة إنه إهمال، كنت مشغولة بغير شي، فكنت أجل الشغل بالمطبخ شوي. في اليوم قمت عليه يعني أومي على المزبوط. كيف يعني؟ بلشت بالدهان، يعني دهنته. مسحت الخزن كلهم، مسحت البراد، مسحت الرفوف، يعني ما خليت شي أبدا أبدا. يعني مثل ما بيقولوا فرجيته للمطبخ شقاري. هون أنا بلشت بالدهان، دهنت الحيط تبع المطبخ. أنا في عندي بس يعني هذا الحيط تبع المطبخ على أساس إنه بس هو بدي دهنه، بس شوي شوي صرت يعني روح على غير حيط، يعني انتقل من حيط لحيط. ما بعرف، حسيت شغلة الدهان عن جد فيها متعة. هلا أنا على العيد الكبير الماضي جوزي دهن البيت كلياته، فأنا تعلمت منه هيك كم شغلة مشان الدهان. ف يعني حطيت خبرتي بالموضوع، وصرت إني أنا دهن، يعني صرت أنا دهن المطبخ. شوفوا كيف بربكم ماني معلمة. هون أنا صرت أعمله بالفرشاية، يعني مشان ما أقرب على بريز الكهرباء. صرت أعمل حوالي بريز الكهرباء، وعند بريز الكهرباء أعمله بفرشاية صغيرة. هذا اللون هو لون كريمي، مانو أبيض، يعني وقت البده ينشف بصير لونه كريمي، سكري هذا اللون. بس انتو شايفين الفرق صح؟ يعني مبين الفرق. هون أنا طبعا أنا ما بوصل للسقف، فعم حط كرسي وأطلع دهن يعني للسقف لفوق. يعني قلت صارت ما بدي دهن، بس إنه يعني دهن نص وعيف نص، فدهنته كله المطبخ. خلصت منه عن جد. أعطوني رأيكم كيف الدهان، خرج اشتغل دهانة ولا لا. هون عندي فوق الغاز كمان دهنته، دهنت دهنت نص، وضل عندي هذا الحيط فدهنته كمان. في صبية بالتعليقات بالفيديو الماضي أو الفيديو اللي قبله كانت كاتبت لي تعليق إنه ولا مرة ذكرتي السحور، ولا مرة حطيتي سحور أو صورتي لنا روتينك بالسحور، أو يعني من هذا الحكي. أنا فيني عادة إني ما بتسحر، يعني حتى جوزي إن كان سهران بيتسحر أو بياكل، يعني إن كان ما سهران ما بيتسحر، يعني ما بيحب يفيق ياكل. أو مثلا أنا بطبعي ما بحب فيق آكل وأرجع أنام، عرفتوا علي. يعني هلا الأغلبية برمضان إنه عم يسهر للسحور. حتى أنا لو كنت عم سهرانة ما بتسحر، اللهم باكل قطعة تمر وبشرب
يعني بشرب كاسة مي بس ما أكتر. أما إني سحور وأكل يعني أكل نظامي لأ، ما باكل طاول. طبعًا من أنا وصغيرة ما كنت أتسحر، يعني قطعت هاي شغلة السحور تقريبًا من لمن كنت صف سابع، سادس هيك شي يعني باتذكر إنه وقت أتسحر تاني يوم فيق بدي أفطر، يعني ما أحسن، وكنت أفطر، يعني أهلي ما كانوا يحسوا علي بس كنت أفطر يعني. ما عن جد ما بعرف ليش، مجرد إني أتسحر فيق تاني يوم يعني جوعانة يعني بس بدي آكل. وضلت هالعادة فيني يعني حتى مو برمضان إذا باكل بالليل وبنام تاني يوم الصبح بفيق جوعانة، يعني جوعانة بس بدي آكل، ما بعرف ليش هيك. هون أنا بعد ما خلصت دهين المطبخ وخلصت كمان دهين الصالون، فورًا هيك ركبت البطاطا، يعني عملت بطاطا أصابع وتبلتها فلفلة وتوم وكزبرة وملح، وهيك خلطتهم مع بعضهم وحطيتهم بالفرن، يعني قلت هي أكلة سريعة لإني حطيتها بالفرن وكملت شغلي بالمطبخ بمسح الخزن، مسح الرفوف، مسح البراد، هدول كلهم خلصتهم. يعني مع المغرب خلصت كل شي وعملت فتوش، وعملت عيران متل ما انكم شايفين. ويعني حسيتها هيك طبخة سريعة وأنا ما بدي شغل الغاز عرفتوا، فشغلت الفرن لإني فوق الغاز أنا كنت مدهنته كمان فمشان ما يصير شي. وكمان الصالون أنا دهنته متل ما قلت لكم، يعني طلعت هيك إنه بكرة بدي أمسحه لإني بكرة على أساس بدي أعزل الصالون، إنه لسه بدي أمسح الحيطان وظبطهم وأحط كلور وما بعرف إيش، فلأ خلص الدهين فرد مرة. وبعد ما خلصت جلي العشا وصليت المغرب اللهم صل على النبي، راح أورجيكم شو اشتريت مشان المطبخ. طبعًا أنا هدول شريتهم من زمان ومخبيتهم، ما كان يعني وقت إني يعني ما بدي أقول إنه ما وقتهم استعملهم، لأ كان وقتهم بس ما كانوا كاملين عندي. فهذا غطا الغسالة واشتريت وِدْج للكرسي، كان في عندي كرسي كمان لون الوِدْج عندي أزرق بس اتوسخ يعني صار كتير مهتري، فجبت له اللون الزهر. وكان لازمني صحون حجم صغير كمان جبتهم، وهي حمالة أناني الزيت كمان جبتهم، والصينيتين اللي شفتوهن الذهبيات، وجبت هذا آه، جاط البلور الحراري. جبت الموديل التاني، هاتوني رأيكم فيهم كيف الألوان. هلا أنا رح أحطهم بالمطبخ وركبهم. غطا الغسالة ألف الحمد لله طلع نظامي على الغسالة، وهذا الكرسي لبسته. عطوني رأيكم، عن جد وقت لبست الغسالة هيك يعني حسيتها جابت منظرة. هون أنا في عندي رف بلور، حبيت حطه على الغسالة ما كان يصير، يعني حاولت إني أغير محله وحاولت إني قدر الإمكان إني أظبطه ما كان يزبط بسبب الركيزة اللي بالمطبخ وبسبب حنفيات الغسالة كانوا كتير مقربين لقدام، فما أحسنت إني أحطهم طاول. وهونيكم متل ما انكم شايفين دهنته كلياته صار أبيض ما أحلاه، حتى خرطوم الغاز دهنته، حنفيات الغاز دهنتهم كله صار أبيض. هاد الرف البلوري اللي قلتلكن عليه يعني حطيته بس بجوز بكرة أرجع أشيله، ما بعرف شو بصير معي. حسيته إنه ضيق المطبخ شوي، مع إنه شلي غراض يعني أحسن ما حطهم على المرمرة تبعت المجلة. عطوني رأيكم صبايا، اكتبوا لي بالتعليقات انتو شو رأيكم اتركه ولا شيله هذا الرف. هذا هو فيديو اليوم، إن شاء الله يكون نال إعجابكم يا رب. ما تنسوني من اللايك والشير والكومنت الحلو مثلكم، والصبايا اللي فاتوا جديدين على القناة، إذا عجبتهم القناة ما ينسوني من اللايك، وما ينسوا يفعلوا زر الجرس على الكل ليصالهم كل جديد أنا بنزله. ومثلكم ما تنسوا اللايك، عن جد ما تنسوا اللايك، اضغطوا على اللايك. إذا تابعتوا الفيديو للأخير فاضغطوا على اللايك. آه وهي عم ورجيكم المطبخ بشكله النهائي. بس هيك، هذا هو فيديو اليوم. سلامات صبايا.